تعالوا بقى النهارده نرجع للاكل بقى ايه بتاع زمان، بتاع الناس الطيبين اللي هم بيمشوا على قد حالهم وبيمشوا. لو البيت ما فيهوش بيتصرفوا ويعملوا اي اكله. المهم ان هم يعملوا اكل لاولادهم وما يسيبوش البيت من غير اكل. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه. بصوا، ممكن تجيبي بيض جنبها تسلقيه، ممكن مش ممكن مش عايزه تجيبي بيض خلاص. انا هنا كان عندي حته دهنه في الفريزر اهي دهنه. بصوا دهنه قطعتها وقليت بيها من غير بقى ايه ولا سمنه ولا اي حاجه. حطيت بس نقطه زيت عشان خاطر ايه الدهنه ما تتحرقش مني. تمام. وادي كده خلاص الصلصه هي ايه اتسبكت. تعالوا بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بطاطس مقطعاها مكعبات اهي. ابتدي بقى انزل بيها كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي في الكومنتات كده يا حبايب قلبي، وحط لنا اللايك الحلو الجميل بتاعنا كده اللي بيفرحني دايما وبيحسسني ان انا مجهودي ما بيروحش على الارض. ربنا يا رب كده ايه يكبر بخاطر اللي يكبر بخاطري ويحط لي لايك ويصلي على النبي في الكومنتات ويقولوا لي بقى ايه رايكم في الاكل بتاعي. بصوا اهو هسيبها تغلي غلوتين كده او غلوه بسيطه، وبعد كده هزودها ايه بشويه ميه من الحنفيه عادي خالص، وحاطه معاها واحده مرقه ماجي عشان برضو تطعمها شويه. ماشي. هنا بقى ايه طبعا هنعمل ايه جنب البطاطس. عملت رز ابيض اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو خلاص كده غلي غلوتين حلوين اهوت. سيبه كمان دقيقه بس كده يغلي غلوه حلوه كمان، وبعدين هوطي عليه خالص خالص البوتاجاز عشان يستوي بقى براحته ويبقى ايه مستوي ايه مفرفر. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. نزود بقى شويه ميه كده حلوين عشان ايه نسوي البطاطس بيهم. تمام. نعلي بقى البوتاجاز عشان ايه البطاطس ما تعجنش. نعم. بصي عملت لك بطاطس اهي جميله. بصي ما شاء الله. بصوا يا جماعه جميله ازاي. سيبها بقى تستوي كده. سيبها بقى تستوي نحط عليها. تمام. بس ناخد بالنا عشان ايه البطاطس مش بتاخد وقت في التسويه وممكن تتهري مننا. تمام. وده الرز كمان اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. الرز بقى ده انا حاطه حته زبده صفرا مع شويه زيت اهو. زبده اللي هي النوزلاند دي وشويه زيت. ما عندكيش زبده ممكن تحط